السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري المتوقعة بقوة لمواجهة الموزمبيق لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. إذن سيواجه المنتخب الوطني الجزائري منتخب الموزمبيق يوم غد الأحد بملعب الموزمبيق على 2:00 مساء بتوقيت الجزائر. ووصل الخضر أمس إلى الموزمبيق، وهذا تحضيراً لهذه المواجهة. ويذكر أن منتخب الموزمبيق فاز أيضاً في الجولة الأولى، وهو يتقاسم الصدارة مع المنتخب الوطني الجزائري. والآن بدون إطالة لنعرض عليكم التشكيلة. في حراسة المرمى أنطوني ماندريا، في الدفاع عن الجهة اليمنى يوسف عطال، على الجهة اليسرى ريان آيت نوري، في وسط الدفاع عيسى ماندي ورامي بن سبعيني، أما في وسط الميدان نبيل بن طالب وفارس شايبي، بالإضافة إلى سفيان فيغولي. أما فيما يخص الهجوم رياض محرز كالعادة على الجهة اليمنى، ومحمد أمين عمورة على الجهة اليسرى، وكرأس حربة إسلام سليماني. وأنتم مشاهدين الكرام شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو بخصوص التشكيلة المتوقعة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد.